بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض شعريه، بس مش شعريه باللبن. طبعا الشعريه ملكه الحلويات في الشتاء، بس دي بقى تنفع شتاء وتنفع صيف. قوامها كريمي كده، طعمها خطير بجد، بتودي الشعريه في حته تانية. طعمها حلو، وهقولك على تريكات تخليها ناجحه قوي، وطعمها رائع زي ما انتم شايفين كده. شكلها حلو وقوامها كريمي. يلا نعمل الطريقه مع بعض. على النار هحط حله ومعلقه سمنه كبيره، تمام، او ممكن تحطي معلقه زبده برضو حلوة. خلاص كده، واول ما تسيح انزل بكيس شعرية، وانا مستخدمة الكيس اللي هو 350 جرام. يعني ممكن تجيبي تعملي الكمية اللي انت عايزاها، هي ملهاش مقدار، انا بقولك المقدار اللي انا عملته قد ايه. افضل اقلب وانزل بالسباتيولا اللي في الجوانب علشان ما تاخدش لون غير الشعرية اللي تحت. يعني انا عايزاها لونها زي ما انت شايفة كده ذهبي، بس عايزاها ذهبي اغمق من ده كمان شوية، لان الشعرية لما بتستوي بتبدأ تفتح تاني. خلاص كده، انا هقلب، مش هبطل تقليب عشان الشعريه كلها تبقى لون واحد. خلاص كده انا سويت الشعريه بتاعتي وهو ده اللون المطلوب. اجيب بقى ميه من الكاتل وابدا ازودها حبه حبه، علشان طبعا ميه سخنه معاها سخنه ما ترطش جامد. فابدأي شويه شويه كده لحد ما تغطيها كده، وبس كده توطي النار، لان الميه سخنه والشعريه سخنه. توطي النار عليها خالص وتغطيها وتسيبيها خالص بقى كده تستوي براحتها. مش هتاخد منك يعني 4 دقايق. اجيب بقى كوبايتين لبن في بوله، واحط 5 معالق سكر كبار. تقدري تزودي السكر زي ما انت عايزه. وكاسترد احط بقى على كل كوبايه لبن، متفقين، معلقتين كاسترد، مش مليانين قوي يعني. تمام كده. انا حبيت ازود قشطه بوك، ودي اختياري، دي حاجه انا من عندي، بس انا عايزاها تبقى غنيه. وكمان حطيت 4 معالق كريم شانتيه. تقدري تحطي كريم شانتيه وما تحطيش قشطه، تقدري تحطي قشطه وما تحطيش كريم شانتيه. انا حبيتها طعمها يكون كريمي وقوامها كريمي، وكمان تكون غنيه. دوبت الخلطه دي جامد قوي. خلاص الشعريه بتاعتي استوت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا استوت ازاي. احط بقى الخلطه بتاعتي وطبعا انا دوبت الخلطه دي في اللبن بارد، لازم اللبن يكون بارد. اقدر بقى ادوق السكر، لو عايزه سكر تاني زودي براحتك. وفي الاخر خالص برضو لو هي سخنه وعايزه تزودي وهي لسه سخنه سكر تدوقيها، هتزودي وهي سخنه عشان السكر يدوب فيها. انا سكري الحمد لله كده كان مظبوط. في ناس بتحب سكر اكتر، هي كده مظبوطه كويس قوي. بصوا القوام كريمي ازاي مجرد اللبن ما تقل. بصوا انا في الخطوه دي بحب ازودها شويه ميه، عشان الميه بتخليها ما تكلكعش خالص. انا زودت كده حبه ميه صغيرين عشان الميه بتخليها ما تمسكش في بعضها، تخليها دايما كده سايله. تمام كده كده تمام. الخطوه اللي انا بقول عليها دي لازم الشعريه تكون مستويه، لان في ناس بتعمل الطريقه دي والشعريه نيه بتحط عليها الخلطه، مش بتستوي يا جماعه، وبتبقى مقرمشه ومش حلوه خالص. كده خلاص هي استوت. وبصوا قوامها كريمي ازاي. ابدا بقى في الغرف. تبدأي بقى تحطيها في أطباق، يا إما في بولة كبيرة تتقدم سخنة من أول ما تتعمل على طول، تمام، أو باردة في التلاجة، أو يعني تتحط بره، ممكن ما تحطش في التلاجة، أو ممكن تتقدم سادة، وممكن بالمكسرات. وكمان حطيت عليها فراولاية عشان أخلي لونها يعني أكسر اللون بتاعها، بس طعمها حلو قوي بالمكسرات، طعمها روعة. عملت شوية سادة وعملت شوية بالمكسرات، بجد حلوة وقوامها كريمي. بصوا قوامها يا جماعة، بصوا شكل الطبق وقوامها، مش شعريه باللبن تقليديه خالص. طعمها حلو قوي، واللي جرب طريقتي بألف هنا وشفا.